السلام عليكم متابعي قناة تركيا نيوز. 3 شبان سوريين يدخلون منجم لاستخراج الكلس فعثروا على كنز بملايين الدولارات. قبل أن نبدأ في سياق هذا الخبر، لا تنسوا الاشتراك بقناتنا وتفعيل زر التنبيهات ليصلكم كل جديد. أثناء عملهم في مناجم استخراج الكلس، اكتشف عمال شركة إسمنت في مدينة حماة وجود كتل ضخمة من الصخور المشبعة بعنصر المغنيسيوم والتي يزيد وزنها عن 1.5 مليون. في البداية، اعتبر العمال هذه الصخور عائقا ومشكلة، حيث كانوا يرونها غير صالحة لاستخدامها في صناعة الإسمنت. وعلاوة على ذلك، كان من الصعب تحريك هذه الكتل الضخمة التي تشكلت على شكل جبال داخل مناجم العمل. وكانت التكلفة المتوقعة لنقلها تصل إلى 2 مليار ليرة سورية. ولكنهم لم يدركوا أنهم قد اكتشفوا ثروة طبيعية جديدة في هذه المنطقة. فيما بعد، قامت فرق العمل التابعة للشركة بدراسة دقيقة لمعرفة قدرات الفلزات الموجودة في هذه الصخور. وتبين أن هذا الاكتشاف قد تحول من ميزان إنتاجي يعاني من الخسائر إلى ثروة اقتصادية ستساهم في تحقيق إيرادات تزيد عن 3.7 مليار ليرة سورية خلال السنوات القادمة. وأظهرت التجارب أن استخدام هذه المادة المكتشفة في صناعة الطوب الخرساني يزيد من مقاومته بشكل كبير من 60 كيلو جراما في سنتيمترا مربعا إلى 93 كيلو جراما في سنتيمترا مربعا. وهذا الاكتشاف المهم يعني تحويل 1.5 مليون طن من الصخور من عائق إلى ثروة اقتصادية ضخمة. وأشار المهندس علي جعو مدير عام شركة إسمنت حماة إلى أنه تم إنشاء وحدة متخصصة بإنتاج الطوب الخرساني بمعدل 3000 قطعة يوميا يلحق بها خط كسارات لإنتاج الرمل النحاتة والحصويات بمعدل 500 طن يوميا لدعم وحدة للطوب الخرساني وللبيع مباشر للمواطنين. ولفت بعو إلى تحقيق نجاح كبير خلال الأيام الأولى مع ازدياد الطلب على الطوب الخرساني، إذ سوقت شركة حتى اللحظة 2 مليون قطعة بالإضافة إلى بيع 50,000 طن من الحصويات للقطاعين العام والخاص. هذا وقد بلغت إيرادات الشركة 200 مليون ليرة، ووفق تقديرات الخبراء فستحقق الشركة إيرادات خلال السنوات القادمة تبلغ 3.7 مليارات ليرة من خلال بيع منتجاتها لجهات القطاع العام والخاص. وفي ختام هذه النشرة، شكرا لكم على حسن المتابعة وإلى اللقاء غدا.